السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد المغرب فقدت كذلك الأغنية العربية والأغنية المغربية العموم واحدا من أعمدتها الكبار، الفنان الكبير عبد الهادي بالخياط. وكذلك فقدت مجال الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الدين الإسلامي والسي الداعية عبد الهادي بالخياط، اللي كان ينتمي إلى جماعة الدعوة والتبليغ. عبد الهادي بالخياط عندما اختار أن يعتزل ويخرج في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك عن اقتناع. خرج لا يريد جزاء ولا شكورا، بل يصرف من ماله الخاص. وبالخياط هو مثال الإنسان النقي اللي خاص يكون عليه المسلم الحقيقي، ماشي المسلم اللي يتبع أهواءه واللي عنده غايات سياسوية شعبوية. بالخياط لم يضرب قط في وطنه، عاش مسلما مؤمنا وعاش محبا لوطنه ولبلده ومخلصا لملكه، واختار هذا الاتجاه أو هذا التوجه الديني بعد لقائه في 86 أو 87 مع سعيد الزياني رحمة الله عليه، هذا الفنان الذي ترك الجمل بما حمل وهو شاب، كان حينها يعمل بالإذاعة المغربية، يقدم برنامج سمير الليل، وغنى بعض الأغاني إلى أنه في آخر المطاف سرعان ما خرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتاب إلى ربه توبة نصوح. سعيد الزياني أثر كثيرا على بالخياط وأخذه معه في 87 وكان ما كان. زياني وقعت له جوج الحوايج سبحان الله. الحادثة الأولى نجا منها، كانت عنده سيارة كات كات هو في دولة قطر، ولكن والله سبحانه وتعالى عندما يختار العبد فهو يحبه. زياني وقعت له حادثة ثانية ذهبت بروحه سبحان الله، هو كان مع الابن ديالو. زياني توفي إلى رحمة الله في تلك الفترة تنظن ما تنتذكرش، ولكن الحادثة الثانية هي اللي مات فيها رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. بالخياط دائما كيبقى ان بيون، كيبقى واحد من أعمدة الغناء في المملكة المغربية. هناك من يعتبر الفن أو الغناء شي حاجة خارجة على نطاق الشريعة والدين، ولكن رغم ذلك كيبقى الغناء والفن جزء من حياة الإنسان، ماشي غير الإنسان الحالي، لأن احنا الغناء والطرب واش احنا اللي صنعناه؟ لا، هادشي قديم جا مع الإنسان، مع إبراهيم الموصلي بالنسبة للفنانين العرب، مع زيرياب، مع واحد المجموعة ديال الناس بعضهم تاب. يعني الغناء والموشحات اللي كانت في الأندلس وكانت في واحد العدد من الدول أو عدد من الممالك والأمبراطوريات، الإمبراطورية العثمانية، العباسية، الأموية، حتى عندنا هنا في هاد الموحدين. هاد الشيء اللي كاين دابا اللي كتسمعوا هاد الغناء الشعبي اللي عندنا منين جاي؟ راه متوارث، جاي من الأندلس، جاي من الملحون مثلا، جاي من الأندلس. الموشحات كذلك اللي عندنا، الطرب الغرناطي، الطرب الأندلسي. إذا الغناء كان وسيستمر، غير على الأقل أن هذا الغناء يكون في واحد التوجه اللي فيه شيء من العفة. وملي كنهضروا مثلا على الغناء راه كنهضروا حتى على الشعر، راه هناك الشعر الماجن وهناك الشعر العفيف وهناك الشعر اللي عنده طابع صوفي والو ما جرى. هناك شعراء، حتى الشعراء
راه جزء من، واخا هما مثقفين راه غير كيتصنفوا في المجال الثقافي، ولكن حتى المجال الفني راه جزء من الثقافة. إذا بالخياط لا لوم عليه، مادام هو اختار هذا التوجه، هذا توجه ديال الغناء، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه رغبته زعما، ما غاديش حنا شي إنسان يناقشوا فيها. الآن غادي نهضروا على الجانب الفني ديال السي عبد الهادي بالخياط. عبد الهادي بالخياط كما هو معروف كان سميتو الزقري الإدريسي، محمد الزقري الإدريسي تنظن. كان يعمل سائق بمدينة القنيطرة، كيتنقل ما بين القنيطرة والرباط. هو من مواليد مدينة فاس سنة 1940. كان سائق في الشباب والرياضة، ولكن من بعد تلاقى بالسي عبد النبي الجراري، وأسند إليه أغنية من الأغاني الوطنية، وكسرت في 62، أحدثت واحد النوع من الضجة. ومن بعد جات أغاني معاه، أغاني أخرى. ومن الأغاني الجميلة اللي كتعجبني أنا، من الأغاني الجميلة ديالو أغنية الحرية، احنا اللي صنعناها. أغنية رائعة رائعة رائعة، أدعوكم إلى البحث عنها في اليوتيوب والاستماع إليها. قمة الحماس. أغاني الوطنية كذلك عنده يا عيد الصحراء يا عيد، هذه من أجمل الأغاني. وكذلك الأغنية ديال مواكب النصر اللي لحنها عبد السلام عامر رحمة الله عليه، وأداها هو عبد الحي الصقلي. المهم المسيرة ديال بالخياط بدات في ديك المرحلة، لكن في 63 كان اللقاء ديالو مع الفنان الكبير عبد السلام عامر، وبدا معاه بالأغنية ديال ميعاد، سأظل أرقب وعدها. الأغنية اللي كتبها السي عبد الرفيع الجواهري، اللي كان هذيك الساعة كيدرس مدينة الرباط الحقوق، وفي نفس الوقت كان يشتغل بالإذاعة الوطنية. هذه الأغنية كانت عندها واحد القيمة كبيرة، إلا أن الأغنية اللي عطات العبد هادي بالخياط لاكارت بلونش وخلاته يتعرف مزيان هي أغنية القمر الأحمر، اللي تم تسجيلها بالقاهرة مع الجوق الماسي ديال مصر، ولكن أعيد كذلك تسجيلها مع واحد الجوق أجنبي في لاموني هنا في مدينة الرباط. وكنشوفوا داك الشيء د الماء اللي كنا كنسمعوا في البداية ديال الأغنية. هذاك المسائل كلها تمت بوسائل عادية، بتقنيات بسيطة، وعطاتنا هذيك الأغنية بداك الشكل. الأغنية شاركت فيها كذلك الفنانة بهيجة إدريس، وكتبها عبد الرفيع الجواهري. والصوت الأول اللي كنسمعوه في الأغنية هو الصوت ديال الفنان ديال المذيعة المرحومة لطيفة الفاسي، واحدة من أجمل الأصوات اللي لن تتكرر كنا كنسمعوها في الإذاعة والتلفزة ديال المملكة المغربية. هي ولطيفة القاضي، لطيفة الفاسي ولطيفة القاضي، هذه من الأصوات الجميلة. وكذلك تزيدوا عليهم بديعة ريان وخديجة المراكشي، الزوجة ديال المذيع المرحوم اللي مات وفي نفسه شيء من حتى محمد المدن. نرجع لعبد الهادي بالخياط. 66 كانت ديسيزيف في حياته. من بعد جا داك السفر 67 للقاهرة. في هذه الفترة كانت ما سمي بالنكسة، النكسة المصرية أساسا، واللي هي البعض يعتبرها كذلك نكسة عربية، نتيجة الهزيمة المرة اللي تسبب فيها جمال عبد الناصر الدولة الشقيقة مصر، هو عبد الحكيم عامر اللي كان هو ناشط مع راسو، الزوج ديال برانتيلي عبد الحميد. ما هماش في ذاك العالم اتجهت إسرائيل وضربت الطائرات المصرية في المطار، ما خلاوهاش كاع تقلع.
وهذا ناتج طبعا عن الخيانات وما جاور ذلك. في هذيك الفترة كان شكون اللي كان في القاهرة من المغاربة؟ كان عبد السلام عامر رحمة الله عليه، كان الفنان عبد الحي الصقلي، وكان الفنان عبد الهادي بالخياط. تما لحن واحد مجموعة الأغاني اللي تسجلات في القاهرة، منها أغنية سمعت عينيك وما قالتها، سمعت كل الأمس خلف الجفون، عيناك لم أشهد سوى مرفأ ترسو عليه سفن المتعبين، إلى آخره. أغنية كتبها الفنان أو الشاعر فاروق شوشة رحمة الله عليه. وكذلك أدى أغنية واحة العمر. هذه الأغنية كذلك من شعر فاروق شوشة وألحان عبد السلام عامر. هاد الأغاني كانت عندها واحد الصدى كبير في مصر، وخلفات واحد الصدى كبير بزاف، يعني عطات واحد اون كارت بلونش بالخياط تما في مصر. وتلاقاو مع فنانين كبار بحال عبد الحليم حافظ، بحال فريد الأطراش، بحال كذلك الفنان الكبير محمد عبد الوهاب اللي كان معجب بصوت بالخياط، وكذلك معجب بالفنان عبد السلام عامر. لأن جات هو عبد السلام عبد السلام عامر وبالخياط سبقهم عبد الوهاب الدكالي من قبل القاهرة، وكان ديجا عطى واحد الصورة جميلة على الفن المغربي تما، وأدى أغاني من ألحان محمد عبد الوهاب. ومنها مثلا أغنية أوعيت أصي شعرك، وشارك كذلك في واحد الفيلم تما في مصر. كان البطولة ديال واحد المجموعة ديال الفنانين كبار، منهم صباح، منهم عبد الحليم، منهم مجموعة ديال الفنانين. وعلى كل حال كان الفن المغربي كان ديجا بدا معروف عند المصريين بالخياط. بسبب الحرب وبسبب النكسة اضطر من بعد يرجع للمغرب. كان معاه كذلك من الأغاني اللي أدى عبد الحي الصقلي في هذيك الساعة في مصر أغنية يا خطاطين الرمال، كذلك هي من الألحان ديال عبد السلام عامر. أغنية واحة العمر واحد من أجمل الأغاني، المدة ديالها 20 دقيقة تقريبا، كنحاول نتذكر بعض الأبيات منها ولكن تغيب عني. بالخياط عاد إلى المغرب في واحد الفترة معينة. دخل السينما الفيلم اللي أخرجه عبد الله المصماحي، سكوت اتجاه ممنوع. تفرجت فيه أنا في 73، كنت طفلا. تفرجنا فيه في سينما لوكس في خريبكا وخلق ضجة. كانت فيه من الممثلين اللي كانوا فيه الفنان بالخياط، كانت معاه الفنانة زوجة عبد القادر البدوي عائشة ساجد، هي البطولة ديالها. كان فيه سي محمد الخلفي رحمة الله عليه. واحد المجموعة الفنانين، وأدى فيه واحد المجموعة ديال الأغاني جميلة جدا. ومن هذه الأغاني هذه أغاني اللي خالدة واللي لحنها له عبد الرحيم السقاط رحمة الله عليه. عبد الرحيم السقاط ان غران بيون دو لا شونسون ماروكان. أغنية ديالو قل لي علاش النوم ما حلاش، اللي أداها المعطي بالقاسم عندما استمع إليها محمد عبد الوهاب. قال الآن الأغنية المغربية وجدات الكاريزما والذات ديالها، حيت من قبل كان الفنان أحمد البيضاوي يغني القصيد ولكن له ميول شرقية. السقاط عطى الأغنية المغربية القيمة ديالها. وفي هذا الفيلم غنى الأغنية الشهيرة ديالو صدقت كلامهم حيت قالوا لي الصبر. صدقت كلامهم حيت قالوا لي الصبر ممنوع وشي حاجة من هكا. رجعت لجواباته وبديت نقراها، الماضي رجع بساعاته اللي عشناها. واحد الأغنية جميلة. كذلك يمكن كذلك من الأغاني اللي أدى واحد الأغنية ديال الفنان الممرض السي عبد القادر وهبي.
الاغنيه ديال الله يهديك كيف يدير سيدي اللي قلبو تيبغيك، انت قمر وانا بشر. ومن الاغاني كذلك اللي غنى الاغنيه ديال الطبيب وجرحي ما عنده دواء. طبيب وجرحي ما عنده دواء. هاد الاغنيه حتى هي اداها في هذاك الفيلم. وبصراحه الفيلم كان متميز بحقيقه، متميز. رحم الله الفنان بالخياط. دابا انا شفت في يوتيوب هاد الاغنيه ديال كيف يدير سيدي، واحد كاتب الاغنيه من الحان عبد القادر الراشدي. عبد القادر الراشدي ما لحنش له الاغنيه ديال كيف يدير سيدي. عبد القادر الراشدي لحن اغنيه وقت كيفاش يمكن قلبي ينساك. كيفاش يمكن قلبي ينساك وانتي وجودي وكياني، انساني انتي والحق معاك وعافاك لا تقوليش انساني، انتي يمكن تنساك الى اخره. هاد الاغنيه هادي ديال كيف يدير سيدي كنا خرجنا عليها نكته في ديك ليبوك. كنا تنقولوا بان عبد الهادي بالخياط دعوه موالين الضوء. علاش دعوه موالين الضوء؟ دعوه موالين الضوء لانه تيقول انا وحدي نضوي البلاد في هاد الاغنيه ديال كيف يدير سيدي. آه المسيره ديال بالخياط لم تتوقف هنا. وفي هذه المرحله هذه، في مرحله السبعينات، غنى واحد الاغنيه شهيره جدا، وهي اغنيه ديال الشاطئ، اللي كتبها مصطفى عبد الرحمن وهو شاعر مصري، ولحنها له عبد السلام عامر. كذلك أدى أو غنى من الألحان ديالو هو أغنية الأمس القريب. الأمس القريب كذلك هي من شعر مصطفى عبد الرحمن. وغنى كذلك لواحد الملحن ليبي علي ماهر واحد الأغنية شهيرة جدا، أغنية سكن الليل أو شي حاجة أقبل الليل أو شي حاجة بحال ما هكا. القصيدة تغيب عني الآن لأنها تسجيل عندنا عفوي بدون إعداد. بدون إعداد. حنا كان أنا سبق لي كتبت شي جوج ديال المقالات فنية على السي عبد السلام عامر رحمة الله عليه، وتعرضت فيها لأغلب الأغاني اللي أداها له بالخياط الله يرحمه. آه من الأغاني الدينية كذلك اللي أدى أغنية يا قاطعي الجبال وزير النبي، لحنها له عبد النبيل الجراري. يمكن الكتابة ديال علي الحداني كاين عنده أغاني كثيرة، أغاني كثيرة اللي من الأغاني كذلك الرائعة القصائد. أنا نهضر على باب القصائد. قصيدة حسبتك ذلك النور الذي ألهم لي ساعة الفجر أو شي حاجة بحال ما هكا، اللي هاد القصيدة كتبها المرحوم الشاعر الكبير دريس الجاي ولحنها عبد النبيل الجراري. من الأغاني كذلك اللي أدى أغنية رموش رمشاكي كم قتل، اللي كاتبها عبد الرفيع الجواري ولحنها عازف الناي الفنان حميد بن إبراهيم، اللي حتى الفيلا ديالو اللي كاين عنده في الرباط أطلق عليها فيلا رموش. هاد الأغنية جميلة جدا. رمشاكي كم قتل الليل أغرق في هما المقلا. رمشاكي كم قتل الليل أغرق فيهما المقل. والمقلة هي العين لمن يحب اللغة العربية. هاد الأغنية هذه حتى هي لاقت صدى كبير. بالخياط كان بارعا في القصيد، صوته قوي جدا وأقوى من الصوت ديال الفنان عبد الوهاب الدكالي اللي كيتسم بالذكاء، رغم ان الطبقات ديال الصوت ديالو ما كتوصلش الطبقات ديال الفنان بالخياط. الله يطول عمره تا هو، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالصحة والعافية، وينعم على جميع الفنانات ديالنا. بالخياط كذلك
تلاقى مع الفنان أحمد العلوي. العلوي تبارك الله من الملحنين المغاربة المتميزين، وعطاه ديك الأغنية ديال الربيع. أغنية الربيع زوينة، أغنية جميلة. كذلك الفنان محمد بن الخياط رحمة الله عليه. هذا الفنان هذا تا هو أغاني جميلة ديال ود القنيطرة. هذا طلب الخياط أغنية يا داك الإنسان على زين فيك، وعطاه كذلك أغاني أخرى. يمكن كنظن حتى أغنية الغيب اللي كان وقع واحد الإشكال بينه عليها هو الفنانة فاطمة أمين. بالخياط تعامل كذلك مع ملحنين آخرين بحال كما قلت عبد القادر الراشدي، اللي غنى له أغاني وطنية، من هذيك الأغنية ديال يا عيد الصحراء يا عيد في 74 قبل المغرب ينظم المسيرة الخضراء. وفيها كذلك أدى الحياني واحد الأغنية ديال في هذيك الأوبريت، واحد الأغنية ديال أقسمت بالأرض والسماء ألا أخون وطني. الأغنية ديال أقسمت كتب الكلمات ديالها أو الشعر ديالها سي محمد الحلوي رحمة الله عليه، واحد من كبار الشعراء المملكة المغربية. هذه الوفاة ديال الفنان عبد الهادي بالخياط خلانا نتذكر واحد مجموعة من الأسماء اللي في الحقيقة عطات إضافة لا للثقافة المغربية ولا للفن المغربي، بعيدا على هاد الجحود وهاد النكران اللي كنشوفوه اليوم إزاء هاد المجموعة ديال الفنانين. ونذكر كذلك الشاعر الكبير وجيه فهمي صلاح الذي كان يقدم برنامج مع ناشئة الأدب. وبالمناسبة هذا الشاعر عندي مع علاقة طيبة، وقدم لي عدد من النصوص ديالي من خلال البرنامج ديالو الإذاعي مع ناشئة الأدب في الإذاعة ديال الرباط في السبعينات وحتى في الثمانينات. من الأغاني اللي كتب ليه ولحنها واحد الأغنية وطنية جميلة بزاف، قصيدة ديال تيقول فيها والله إلا مشات لي ما فوق القمم أو شي حاجة بحال ما هكا. المهم واحد مجموعة الألحان كثيرة، راه الذاكرة تخوننا. احنا الإنسان كلما تقدم به السن لا سيبستانس غريز ne retient pas beaucoup de choses mais tout de même. على كل حال احنا هذه المعلومات ربما قد يكون الإنسان شاب كاع وما ما يتذكرهاش، ما يتذكرهاش. منذ القمم شعب بلادي أبدا فان شعب بلادي أبدا باني أو شي حاجة. والله إلا كنت كنحفظ بزاف ديال القصائد، ولكن بديت كننسى مع كامل الأسف. على أنغام الأغنية ديال كيفي داير سيدي. في 1980 أتذكر أن في هذا المغرب كان مشارك هذيك الساعة في كأس إفريقيا في نيجيريا، وكان تأهل نصف النهائي وخسر مع نيجيريا ب1-0. كنظن خسر مع نيجيريا الفريق المنظم، ونيجيريا هي اللي فازت، ربما فازت بالكاس ذاك العام. في هذيك الفترة بالضبط طاحت الأغنية ديال قطار الحياة اللي لحنها له عبد السلام، لحنها له عبد الرحيم السقاط. هذاك العام كانت عندي أنا البكالوريا، هذاك العام اجتزت امتحانات البكالوريا، والأغنية طاحت في شهر 2 1980 علوم تجريبية. ذاك العام دوزت أنا الباك، كنت كنتصنت الأغنية وتنبريباري. وفي نفس الوقت كانت شي أغنية ديال محمود الإدريسي الله يرحمه تا هو ويوسع عليه، أغنية ساعة سعيدة، أو وكذلك أغنية أخرى
وهل يا ترى يعود طيرين العش والدافي. هذه هي الأغنية اللي كانت في ديك المرحلة فاش ديت أنا الباك، تا هو في 80 1980. أيام تمر بسرعة. 1980 تقريبا دابا 46 سنة. شيء غريب، شيء غريب والله. إلا السنوات تطحن بعضها بعض، والإنسان العمر ديالو غادي كيتطول. وهذه هي سنة الحياة. الإنسان يدير الخير مع الله سبحانه وتعالى. ولنا في بالخياط قدوة ومثال حسن، الله يرحمه ويوسع عليه. من بعد عيط عليه الحسن الثاني في واحد الفترة وطلب منه يؤدي الأغنية ديال المنفرجة للشاعر ابن النحوي. هذا الشاعر ابن النحوي عاش بين الجزائر وتونس، وهو أصوله تونسية، وجا المغرب. جاء المغرب واش كنظن في العهد الماريني أو وهو اللي هاد الأغنية ديال اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. اللي كنقول البلج هو جاية من فعل بلج، أو وكنزيدوا عليها الألف والنون تتعودين بلج انفعل على وزن فعل. بلج الفجر أي أضاء وأنار. وهنا ملي يقول لك اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، يعني البلج يعني قد آذن الليل بالنهاية ديالو. البلج وهو الفجر، إشراقة النور والضوء. والله اللغة العربية لا بحر زاخر، بحر زاخر. والإنسان يستمتع بها والله، يستمتع بها كثيرا. وأنا أحيانا بعض الناس تيجي تيقول لك أنا أتكلم العربية، أقول له اخجل من نفسك، خجل من نفسك وكن تحشم على عرضك. اللغة العربية أكبر من أن تتكلمها أنت إن لم تكن تتقن قواعدها وتلم بالبلاغة ديالها وبالنحو ديالها وبالتراكيب والصرف وبكل الحقول المفاهيمية اللي كتهم القواميس ديالها وكتهم الكلمات ديالها. أنت لا تتكلم العربية، أنت تتكلم اللغة الدارجة. واللغة الدارجة هي مزيج وخليط من اللغة العربية واللغة الأمازيغية ولغات أجنبية أخرى. وبالتالي لأن العربية أنا أعتبرها لغة تعليمية، لغة تعلمية. إذا لم تكن ملما بقواعدها فأنت بعيد كل البعد عن الحديث بها والتكلم بها. كنلاحظوا بأن المصريين حتى دوك الأدباء المثقفين ديالهم يتكلمون باللغة المصرية المشبعة والمليئة بالكلمات التركية، عكس بعض الدول الأخرى اللي بحال العراقيين. عندما يتكلمون بالعربية تكون الفصاحة حاضرة والبلاغة كذلك، لأن كاين مثل عربي يقول كل بليغ فصيح والعكس غير صحيح. يعني قد تكون فصيحا ولكنك لا يمكن أن تكون بليغا. ولكن إذا كنت بليغا، لأن البلاغة اش كتعني؟ كتعني دراسة علم المعاني والبيان والبديع. الفصاحة كنمشيو لقواعد اللغة التي قد تتقنها وتتكلم بلغة فصيحة ولكنك قد لا تكون بليغا. رحمة الله على الفنان بالخياط، كان بليغا وفصيحا في كلامه وحتى في القصائد التي كان يلقيها وحتى في زجله أو كلمات الزجل ديالو. كان هذيك الكلمات ديالو منتقات فيها كثير من المنزلة ما بين المنزلتين، دارجة وفي نفس الوقت هناك لغة تميل إلى
العربية، بحال كيما كيقول داك الحسن الششتاري شويخ مكناس، ولا سيدي محمد البهلول في الفياشة. أنا اللي اشتهرت في العالم العربي قصيدة الفياشة. بالمناسبة السي البهلول راه مدفون هنا في النواحي ديال السطات، سيدي محمد البهلول ما بين بن أحمد والسطات. ف واش نتوقف هنا؟ كنظن راه 30 دقيقة تحدثت فيها طويلا على بالخياط ومعه أشياء أخرى. الوفاة ديال بالخياط الآن في هاد السنة، سنة 26، بصمت وعلنت على نهاية مرحلة من تاريخ الأغنية المغربية. بقات لي واحد الحاجة غادي نذكركم بها، وهو أن بالخياط كذلك من الأسباب اللي خلاتو يتوقف لحظة ويراجع راسو، واحد النزيف كان جاه في المعدة ودخل إلى مصحة الحكيم اللي من بعد تحولات الكلينيك الشفاء، وهذا الشيء وقع له في 93. والله سبحانه وتعالى نجاه، وكان هذاك اثر قوي. وشوف من 93 حتى لدابا تبارك الله شحال عاش، كان غادي يموت في هذاك النزيف اللي وقع له، ولولا التدخل الطبي والرعايه ديال جلاله الملك الحسن الثاني، والله سبحانه وتعالى قبلهم كاملين، قبل الملك وقبل التدخل ديالو، قبل الاطباء وقبل كل شيء. الله سبحانه وتعالى هذا السيد هذا كان نجاه واختار له طريق، هو الطريق ديال الدعوه والتبليغ، لانه كان يعلم وكانت لله سبحانه وتعالى على ان هذا السيد هذا يموت وتفيض روحه وهو يدعو الى الله، لان هذا الشيء اللي وقع له راه وقع له في موريتانيا، وتم نقله بالطائره خاصه للمستشفى العسكري بالداخله، ثم من بعد تم نقله الى مدينه الرباط اللي حيث توفي بالمستشفى العسكري. الله يرحم الفنان عبد الهادي بالخياط ويوسع ليه ضائقة القبور، والله يوصلنا ليه مؤمنين، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى هاد البلاد هادي يحفظها بما حفظ به الذكر الحكيم وجلالة الملك محمد السادس. الله يحفظه لينا والله يخليه لنا والله يطول ليه عمره. هادشي اللي كاين. هاد البلاد راه محسودة، بلاد محسودة بزاف، وخصنا نرفعوا أكف الضراعة ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يحفظها بما حفظ به الذكر الحكيم، ويبعد عليها أعداء ديالها راهم معروفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.